السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. قبل ما نبدا معكم الوصفة وتحضيرها، نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم كاقتراح غنحضر معكم ألذ حلوى أو لذ وزتاي اللي كتجي فخمة وراقية في المنظر، وقوامها كيجي ولا اروع بواحد التعليكه اللي كتجي هشيشه كدور في الفم. هاد الحلوى هادي راها بدون زبده، انا كنبين لكم القوام ديالها كتجي يعني مع القرب كتجي هشيشه، كتجي مرمله اللي بمكونات اللي بسيطه، واكيد اكيد انها في كل مطبخ. يعني نتمنى هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا، غتولي معتمده عندكم وكما كتاخذ منكم لا وقت ولا حتى شي مجهود. كيف ما كنتشوفوا معايا يعني كتجي محشيه على شكل طبقات. دابا ندوزو مع المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. في هذا الاناء عندي 3 بيضات يكونوا بحراره المطبخ، قبيصه ديال الملحه لتحسين الذوق، عندي ساشي فاني تقدروا تستعملوا اي نكهه كتفضلوا، عندي سكر سنيده بقياس دائما كاس العنبه. نخلط المكونات كامله حتى يتغير لي اللون ديال البيض ويذوب السكر. عادش غادا نضيف باقي المكونات. في هذا الاثناء تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. دابا ضفت واحد الكاس ونصف زيت نباتيه دائما بقياس كاس العنبه. نخلط لكل شيء جيدا حتى ينسجموا لي المكونات وتغير اللون. عادش غادا نضيف الدقيق كدفعات. من احسن ما تضيفوش الدقيق كدفعه واحده باش تحصلوا على قوام يكون هكا مرمل بحال عجينه الصابلي. غادا نضيف واحد 10 غرامات من خميره الحلويات بيكنج باودر، وغادا صافي نجي نخلط يعني الكل جيدا حتى نحصل على عجينه اللي كتكون متماسكه، ما تكونش مرخوفه وما كتكونش قاصحه. يعني كنخدم غير بهاد السطاتولا هادي وانا كنزيد بالدقيق. صافي كيف ما كتشوفوا معايا راه دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذ منكم لا وقت كتير ولا حتى شي حاجه. صافي غنبقى كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف الدقيق كدفعات باش ما نقصحش العجين وتجيكم عجينه صراحه ناجحه وتجيكم هكا هشيشه. دابا غنحيد السطاتولا وغنجمعها اولا غنلمها غير بيديا، يعني غير كنديها ونجيبها باش ندخل هذاك الباقي ديال الدقيق اللي كان عندي في الاناء. صافي ونحصل على عجينه كتكون بهذا الشكل هذا. صافي دابا غناخذ واحد 2 اوراق بلاستيك بهذه الطريقه هذه، وغادا نضيف غير غادا نوضع نصف العجين، يعني العجينه نقسموها على 2 اطراف او الى جزئين. صافي غادا نطلقها بالمدلك بهذه الطريقه هذه، وغادا نعبر على قياس اللاطه او الطاوه اللي عندكم. يعني اي لاطه ماشي مشكل، يعني تجيكم هكا حتى هكا شويه رقيقه، بالعكس غتجيكم زوينه احسن من انها تجيكم طالعه بزاف. صافي دابا هاد العجينه انا هكا نحطها في اللاطه كيف ما كتشوفوا معايا، غادا نقادها ويجيني هكا سطحها مستوي ومقاد. ضروري انكم تبسطوها وانتم كتحكموا في العجين يعني كامل، ما تجيكمش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. بهذه الطريقه هذه غناخذ واحد الملعقه باش نزيد يعني نبسطها ويجيني سطحها مستوي بهذه الطريقه هذه. صافي دابا غناخذ واحد تقريبا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 المعالق كبار ديال المربى الخوخ او المشماش او حتى الفريز او الشوكولاته المذابه، كيبقى لكم الاختيار والمتوفر اللي عندكم. صافي غنوزعوا في على الحلوى كامل او على العجين كامل بهذه الطريقه هذه، يعني على الحواف والاطراف كامله. وغادا ناخذ واحد كميه ديال اللوز اللي هكا محمر وهرمشتو. تقدروا ديروا الكاوكاو، تقدروا ديروا الكوك هكا حتى هو كيكون محمر كيعطيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف. صافي كيبقى لكم الحشوه يعني اختياريه. العجينه المتبقيه دابا غادا نبسطها غير بيديا بهذه الطريقه هذه ونقيس قياس المول. صافي وغادا نضعها فوق من الحشو كطبقه ثالثه بهذه الطريقه هذه. صافي غادا نبسطها بنفس الطريقه ديال الطبقه الاولى ديال العجين، يعني نغطي كامل هذيك الحشوه كنأكد باش ما تخرجش لكم الجوانب. صافي غادي ناخذ ملعقه وندير نفس الطريقه، يعني كنسوي هذاك السطح ديالها ويجينا سطح مستوي.
ما راها سهله، ما كتاخدش منكم وقت كتير. صافي غادا ناخذ واحد السكين. انا هنا ما كنقطعش يعني حتى لتحت، غير كنطراسي هذوك المربعات اللي هكا قبل ما يطيبوا. كيف ما كتشوفوا معايا غير طراسيت هذوك المربعات. خديت واحد الغلاقه ديال القرعه ديال الماء او اي قرعه عندكم، دوزت هكا في الدقيق ودرت على شكل حفر بهذه الطريقه هذه باش ما طيب. غادا نعمرهم. يعني هاد التزيين كيبقى اختياري ليكم. صافي بعد ما طابت دخلت الفرن على 180 درجه، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت وكنخليها طيب مده 20 دقيقه، وكطيب على خاطرها ولا دغيا كطيب. صافي بعد ما خرجت انا زينتها بالسكر كلاصي. يعني حتى هو التزيين كيبقى اختياري ليكم. تقدروا هكا ديروا غير خطوط بالشوكولاته، يعني غير متوفر عندكم. صافي هذوك الحفار اللي كنت درت فيه قبل ما تطيب، عمرتهم بالمربع الخاص بالحلويات بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معايا راه تزيين اللي جد بسيط، ولكن في منظرها كتجي زوينه بزاف. نستمر كامل بنفس الطريقه هذه. تقدروا تعوضوا التزيين ديال المربى بالشوكولاته السوداء المذابه، كيبقى لكم الاختيار. هنا دابا غادا نقطعها، غير غنبقى متبعه الطراسات اللي درت قبل. صافي وانا كنقطع فيها على شكل مربعات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي هنا بعد ما قطعتها كيف ما كتشوفوا معايا نوريكم شكلها كيفاش كتجي. راه صراحه كتجي يعني حلوه على شكل طبقات اللي بواحد الحشوه اللي لذيذه. كيف ما شفتوا معايا اقتصاديه، كتعطيها واحد التعليكه اللي خطيره جدا صدقوني. تقدروا تعوضوا هذاك اللوز كيف ما قلت لكم، اما بالكاوكاو ولا حتى الكوك محمر مع المربى، كيعطيها واحد اللذه وواحد المذاق اللي زوينه بزاف. انا صراحه جربتها المره الاولى بالكوك المحمر، حمرته ودرته فوق من عفوا فوق من المربى، عطاها واحد التعليكه اللي خطيره جدا. يعني الفواكه الجافة، يعني الاختيار لكم اللي عندكم متوفر ديروه. كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي صراحة منظرها جميل بزاف. دابا غنتقاسم معكم يعني شكلها من الداخل كيفاش كتجي. يعني راه كتجي شبيهة بالعجين المرمل او العجين الصابلي. يعني غير حطيت عليها الشوك اولا الفرشة دغيا هبطات، يعني باش تعرفوا انها راه طريه هشيشه، يعني كتذوب في الفم كتجي مرمله. واخا نشكر ليكم صراحه، خاصكم تجربوها ان شاء الله. والى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو، ومع السلامه.